بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، وفي لفظ ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقول من قاتل لتكون في هذا إخلاص النية لله عز وجل، وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله، إخلاص النية. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الذي يقاتل على هذه الوجوه الثلاثة: شجاعة وحمية ويرى مكانه. أما الذي يقاتل شجاعة فمعناه أنه رجل شجاع يحب القتال، لأن الرجل الشجاع متصف بالشجاعة، والشجاعة لا بد لها من ميدان تظهر فيه، فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالا ليقاتل ويظهر شجاعته، فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال. الثاني يقاتل حمية. حمية على من؟ حمية على قوميته، حمية على قبيلته، حمية على وطنه، حمية لأي عصبية كانت. الثالث يقاتل ليرى مكانه، يعني ليراه الناس ويعرف أنه شجاع. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كلمة موجزة ميزانا للقتال، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثلاثة ليكون أعم وأشمل، لأن الرجل ربما يقاتل من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان، يقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من هؤلاء القوم. المهم إن النيات ما لها حد، لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان تام عدل. ومن هنا نعلم أنه يجب أن تعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس. اللهجة لهجتان: لهجة يقاتلون للقومية، القومية العربية، والقتال للقومية العربية قتال جاهلي، من قتل فيه فليس شهيدا، فقد الدنيا وخسر الآخرة، لأنه ليس ذلك في سبيل الله. القتال لأجل القومية العربية هو قتال جاهلي لا يفيد الإنسان شيئا، ولذلك على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد شيئا. اليهود استولوا على بلادنا، نحن تفككنا، دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من النصارى وغير النصارى، وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب، فخسرنا ملايين العالم، ملايين الناس من أجل هذه القومية. ودخل فيها قوم لا خير فيهم، قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة. أيضا القومية الثانية، العصبية الثانية أو الحمية الثانية، حمية الوطن، أن نقاتل لأجل الوطن. نحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه. حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه، والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس بشهيد. ولكن الواجب عليه، ونحن مسلمون وفي بلد الإسلام ولله الحمد، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك، الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا،
انتبه للفرق. نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، نحمي الإسلام الذي في بلادنا. نحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشرق أو الغرب، لو كان بلادنا في أقصى الشرق أو الغرب قاتلنا للإسلام، ما هو لوطننا فقط. فيجب أن تصحح هذه النغمة، فيقال نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا، أو من أجل وطننا لأنه إسلامي ندافع عن الإسلام الذي فيه. أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئا، وليس فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن. وما يذكر من أن حب الوطن من الإيمان وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، هذا كذب، ليس حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه وطن إسلامي، ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين، كلها وطن إسلامي يجب أن نحميه. على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا، أو من أجل وطننا لأنه وطن إسلامي لا لمجرد الوطنية. هذا في القتال من أجل الوطن يجب أن يصحح. أما قتال الدفاع، يعني لو أن أحدا صال عليك في بيتك يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلا، فإنك تقاتله، قاتله كما أمرك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سئل عن الرجل يأتيه إنسان يقول أعطني مالك، قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال إن قتلك فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال إن قتلته فهو في النار، لأنه معتد ظالم حتى وإن كان مسلما. إذا جاء مسلم يريد أن يقاتلك يخرجك من بلدك من بيتك قاتل، إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. لا تقول والله كيف إني أقتل مسلم، كيف أقدم على قتل المسلم، هو المعتدي. ولو كتفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا دينا لكان المعتدون لهم السلطة وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولذلك نقول هذه المسألة ليست من باب قتال الطلب. قتال الطلب معلوم أنني لا أذهب أقاتل مسلما أطلبه، لكن أدفع عن نفسي ومالي وأهلي ولو كان مؤمنا، ما هو مسلم فقط، لو كان من أعظم الناس إيمانا، مع أنه لا يمكن أبدا أن يكون شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا إيمان لإنسان بقاتل المسلمين إطلاقا. فإذا كان هذا الرجل فاقد الإيمان أو ناقص الإيمان فإنه لا يجب أن نقاتله دفاعا عن النفس وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتله، وقال إن قتلته فهو في النار، وإن قتلت فأنت شهيد، لأنك تقاتل دون مالك ودون أهلك ودون نفسك. فالحاصل أن هناك قتالين: قتالا للطلب، أذهب أنا أقاتل الناس مثلا في بلادهم، هذا لا يجوز إلا في شروط معينة. مثلا قال العلماء إذا ترك أهل قرية الأذان وهم من أركان الإسلام، إذا ترك أهل قرية الأذان وجب على ولي الأمر أن يقاتله حتى يؤذن، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. إذا تركوا صلاة العيد قالوا ما نصلي صلاة العيد لا في بيوتنا ولا في الصحراء، يجب أن نقاتله.
حتى لو فرض أن قوما قالوا يا جماعة الأذان هل هو من أركان الإسلام؟ قلنا لا، لكنه من شعائر الإسلام، فنقاتلكم حتى تؤذن، نقاتلكم. إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين مثل قبيلتان بينهما عصبية تقاتلا، وجب علينا أن نصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب أن نقاتلها حتى تفيء إلى أمر الله، مع أنها مؤمنة، لكن فرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب. الطلب ما نطلب إلا مسلما أو من أباح الشارع قتاله، وأما الدفاع فلا بد أن ندافع. خلاصة الكلام في هذا الدرس أنه يجب علينا أن نصحح النية، نقاتل دفاعا عن الإسلام الذي في بلادنا أو عن أوطاننا التي فيها الإسلام لأجل الإسلام الذي فيها. أما أن نقاتل من أجل الوطن فقط لأنه ترابنا وأنه مسقط رؤوسنا وما أشبه ذلك، فهذا قتال جاهلي لا خير فيه، ومن قتل فيه فليس من الشهداء. لذلك نرجو منكم أن تنبهوا على هذه المسألة، لأننا نرى في الجرائد في الصحف الوطن 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 ولا فيه ذكر للإسلام، وهذا نقص عظيم يجب أن يوجه الأمة إلى المسلك والمنهج الصحيح. ونسأل الله لنا ولكم